اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست فاهم قصدي. فاهم يا ريس. النهارده هنتكلم على الجيم والرياضه والرياضات المختلفه، الناس اللي بتروح الجيم عشان يعني عشان صحتها، الناس اللي بتروح عشان شكلها جسمها يبقى احلى، الناس اللي بتروح عشان تنزل ستوريز على انستجرام وكده. يعني انا لغايه دلوقتي ما اعرفش انا انهي واحد في دول، بس يعني خلينا نبدا بيك مثلا ونسال اخبارك ايه في الجيم. عمرك ما تسأل واحد حاطط مخدة قدامه اخبارك ايه في الجيم؟ باينه جدا. لا بس انا حاسس يعني انا دايما عندي اشتراك جيم شغال. يعني فاهم، ده بطمن هو موجود. موجود. ده بيريحني نفسيا، بيبقى دايما موجود. بس بتروح امتى، بتروح قد ايه؟ ده ده بقى السؤال. السؤال. موضوع اشتراكات الجيم ده برضو قصة كبيرة يعني. انا طبعا بقالي كتير قوي في قصة الجيم دي، ان انا احاول اروح شوية واسيب شوية وكده. دايما بيبقى عندهم استراتيجي عاملينها، انه انت هتشترك شهر هتلاقي الشهر غالي قوي، طب 6 شهور ارخص كتير، طب سنة لا ده صاحب الجيم ده بيخسر. ده كده كده. اديني اشتراك سنة، تشترك سنة وخلاص بتروحش. بس انا مؤخرا بقى وصلت للجيم كويس قوي قريب من البيت عندي. انت بتشترك باكج لكلاسز معينه، مثلا 20 40 60. الميزه بقى الحقيقيه في الجيم ده ان ما لهمش اكسبايري ديت. مم. لا الكلاسز بتروح عليك ولا انا بروح عليهم، وهي ماشيه. ايوه، ما الموضوع ده، ما هي دايما كده. هو الاشتراك السنوي ده احسن حاجه. فانت يعني بتروح وما بتروحش غير تاني لما تجدد الاشتراك هو تاني. قبل ما انت بتعمله عشان بتقول انا هدفع الرقم ده كله، فانا اكيد هروح. بس هو مش اكيد قوي لا خالص. يعني. جربناها كتير. بس هي الفكره بقى ان دايما لما بتروح الجيم، لو رحت اول يوم اول يومين اول اسبوع، ده بيبقى فيه حاله من البهدله. يعني انت بتبقى مش قادر. بس الفكره كمان ان انت بتبقى حاسس ان انت في حته تانية. يعني انا فاكر مره ان انا كنت مشترك في الجيم ورحت اسبوع كل يوم، كل يوم ورا بعض. عارف انت، اول 4 ايام جنرال وبعد كده ابتديت تلعب بعضلات ومش عارف. فانا رحت يعني قعدت الاسبوع ده، وبعد كده بالصدفه قابلت واحده بقالي كتير قوي ما شفتهاش. فهي بصيت لي كده قالت لي: مارك، انا ما عرفتكش. فانت بتجيلك طبعا حته بتاعت اللي هي اللي هو ارنولد. بتقول لي انت ازاي تخنت قوي كده؟ حاجه محبطه جدا، عشان انت بتبقى فاهم ان انت بعد اسبوع الجيم ده خلاص انت ضيعت. يعني انت بقالك 40 سنه ما رحتش الجيم، بس هو الاسبوع ده الموضوع انتهى. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، صدقني انا مش بعد اسبوع من الجيم، انا بعد تمرينه الجيم. اه وانت بتغير هدومك بيبقى في مرايات كتيره قوي، مش عارف ليه تخش تقف قدام المرايه عمال تبص يمين اه. تبص لا بقيت ولا اي تانية. حاجه، اتس اول ان يور هيد. ايوه. هو بالنسبه لي مثلا اللي هو تاني يوم الثلاث اربع ايام اللي بعد اول تمرينه دول مشكلتهم بتبقى في، انا بجد بيبقى عندي صعوبه ان انا انزل من على السرير. كل حاجه بتبقى صعبه، نزول السلم، تقعد نازل رجليك كانك كلها متبهدله. كانك طالع من حادثه. مقلوب. بس بعد كده الدنيا بتفك. ده لو ده لو كملت. كملت. المشكله ان احنا كل شويه نرجع نجيب اللي هو اول اسبوع ده تاني. فدي المأساة. بس البيرسونال ترينرز بقى، انا عمري ما اشتركت مع بيرسونال ترينر. انا اشتركت مع علي مظهر واحب عالي مظهر. علي مظهر احسن مدرب في مصر. يعني مش ان اوكي. انا جربتهم كلهم، بس هو فعلا يعني خطير، وبيحفزك جدا وبيخليك يعني عايز تكمل اكتر. هو اللي قال مره لك على موضوع المخده انك تحط. كنت اتدرب معاه، ما كانش بالنجوميه والشهره دي. مم. والحقيقه هو متغيرش، يعني هو بجد يعني بني ادم جميل متغيرش خالص. كان زمان لما كنت بكلمه في التليفون مثلا وانا ما كانش بيرد عليا، ودلوقتي لما بكلمه ما بيردش عليا برضه. فيعني حبيبي يا علي بجد بصراحه شكرا ان انت ما تغيرش وبتفضل على كابتن موقفك. علي لو سمعنا دلوقتي والنبي لو كلمك تاني برد عليه. بعد الشهره ما تغيرش، بس هو لا، ربنا يبارك له، خطير يعني. طيب بالنسبه للجيم بقى، يعني انت عارف طبعا في مدارس كتيره وفي جيمات، يعني عارف اللي هو ميكست وفي ليفلز معينه، وفي بقى انا ما اعرفش ده بيتقال عليه ما يتقالش عليه جيم، اسمه بنسميه عندنا مصنع الرجال. ايوه، ده في ليفل تاني. ده انا جربت كله بصراحه، يعني انا جربت، رحت ده ورحت ده. في فرق شاسع. طبعا. انت لما بتروح اللي هو مصانع الرجال ده، هو فعلا تمرينه وتخش جوه عرق، ويعني فاهم ريحه بهدله. هي مشكله رهيبه بجد موضوع العرق والريحه ولكن ده. بس انت فعلا بتطلع بحاجه، والناس كلها بتساعدك، والناس كلها بصراحه متعاونه وبتاع. الجيمات بقى الميكست بقى، واللي هي في الكومباوندز والجو ده، هي ستوريز يعني. فاهم؟ انت بتخش تعمل ستوري وتتصور ومش عارف ايه، الناس كلها بتصور، هم لازم يكونوا معاهم موبايلات. ايوه بس انت لاحظت حاجه في الجيمات اللي هي ميكست. السورت اوف هاي اند يعني. الناس اللي بشوفهم هناك انا مش عارف هم رايحين ليه.
هم تحس ان كاملين هم متكاملين. كاملين، هم جزء من الجيم. كل حد هناك رجاله ستات شكلهم حلو فشخ، جسمهم مظبوط فشخ، كل حاجه مش انتوا بتعملوا ايه؟ لا بس التانية وانا هلعب في وسطكم ازاي؟ لا معلش، انت كده مش هتلعب في وسط اي حد بس بس لا اللي هو مصانع الرجال، لا معلش، عيال وتد ولا يعني فاهم، دول في ليفل تاني. ليفل تاني خالص. ايوه، وبيهتموا اكتر ببالكنس، انه عايز يبقى جسمه وعضلات اكتر ما وحاجات. تلاقيش واحد بقى ماسك موبايله وعمال بيصور نفسه ولا الكلام ده، هو فاهم حرق 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 حرق، بس هو شكله احسن بكتير من ناس كتير يعني فاهم. انا فاكر مره كنت في واحد من بتوع مصانع الرجال دول، كنت يعني صغير جدا، اعتقد 10 12 سنه ولا حاجه، وكان في واحد في الجيم كبير يعني حاجه و30 40 سنه ولا حاجه. يا ابني الجيم ريحته وحشه والعرق مالي المكان كله، وهو الواد اساسا غرقان في عرقه وقرفه، وبيعمل معرفش سيت ابس ولا ايه، وقاعد وعايز حد يثبت له رجليه وما لقاش غيري. فبيقول لي بجد عيل صغير، فبيقول لي امسك لي بس اسند لي رجلي. فانا هو مش عارف اقول له لا، خايف برضه، احنا في مصنع الرجال. فبقرب كده على بيقول لي هو انت قرفان ولا ايه؟ اه طبعا قرفان. هو انت ازاي مش قرفان؟ كانت حاجه لا صعبه بس جدا انا يعني. انا مره كنت بقى في واحد من مصنع الرجال دول، بس انا ما كنتش صغير، كنت كبير يعني، ورايح عمال بتمرن وحاسس ان انت بتخش برضه في المود يعني فاهم، فتحس ان انت جامد وحاسس ان انت بتاع. فطلعت على العجله، عارف انت العجله عادي جدا، عارفها طبعا، فنان روبي. بالظبط. فانا كنت بحاول ارجع الكرسي يعني فاهم، في بتاع كده بتشيلها، انا مش قادر اشيلها، مش عارف اشيلها. احنا بعيد قوي. وطبعا احراج جدا ان انت تنده حد، معلش يا عم ممكن تشيل لي البتاع دي، كارثه. فرحت اشوف حد اعرفه، عشان كان في واحد اعرفه فعلا، فمش هيبقى فاهم في حرج يعني. رجعت لقيت واحد شايل العجله وبينقلها حته تانية عشان هو بيتمرن عجله، شال العجله كلها. طب والنبي ده انا اقول له ايه؟ مستحيل. فخلاص خدت بعضي حاجه تكسب جدا الحقيقه. لعبت على التريد ميل عادي. طب غير الجيم وكده يعني، في وقت من الاوقات كنت بتلعب مثلا رياضه معينه، سباحه، كوره؟ كوره اكيد يعني ما افتكرش ان مفيش حد ما لعبش كوره في حياته غيرك. ملوش في الكوره خالص. صدقني حاولت اكتر من مره، بس طب حتى في المدرسه زمان يعني انا فاكر كنت بمسك لهم الهدوم والحاجات، الموبايلات. لا المدرسه كان ليا دور يعني. مدرسه احنا كان عندنا مش ملعب، هو حوش يعني الحقيقه، وبننزل الفسحه دي 10 فرق يعني 10 ماتشات بيتعملوا، يعني مره واحده بتلاقي الجون ده معمول في 10 حراس مرمى و10 حراس، وكله بيلعب عادي جدا في نفس الوقت، ومفيش ولا كوره، خلي بالك ولا كوره، كله غطيان حاجه ساقعه واجري. مفيش كوره واحده. كانش عندي غير واحد صاحبي كان ابوه شغال في السعوديه ولا مش عارف فين، فكان راجعين بكوره، راجع بكوره. الواد ده كان بالنسبه لنا يعني ان هو كل الناس عايزه تصاحبه، مفيش غيره، مفيش حد معاه كوره، عارف. غير حصه الالعاب كان احمد الله يمسيه بالخير بقى كان بيدينا كوره نلعب بيها، عنده كوره في الاوضه في الدولاب قافل عليها، بيطلعها بس وقت انا رحت قدمت لبنتي لسه من كام سنه يعني، لما رحت قدمت لها في المدرسه، فانا داخل عمال بكلم الست اللي انا رايح اقابلها، فوصلت انها لقيت نفسي عند ملعب كده، فرحت مكلمها قلت لها انا عند الملعب، فقالت لي انهي ملعب. لا احنا كان عندنا حوش واحد وبيبقى فيه 10 فرق بنتخانق عليه، ما ينفعش تقولي انهي ملعب. فالدنيا دلوقتي اختلفت تماما. ما طبعا يعني نفس الفرق ما بين الجيمات الهاي اند ومصانع الرجال وكده. بس انا بحس ان الناس اللي مالهاش في الجيمز زيي باين جدا، الرياضات بقى احسن بكتير. يعني انا احب العب رياضه بتحس انها ممتعه اكتر شويه، فيها مكسب فيها حاجه يعني فاهم، يعني عكس الجيم بيبقى اوقات ممل يعني بالنسبه للناس ما بتحبش الجيم. في ناس طبعا مدمنه جيم تحبه جدا ومفيش اي مشكله، بس انا مثلا سباحه بتعالج الظهر وبتعمل يعني في المشاكل السنيه اللي انا فيها دلوقتي. فالسباحه حلوه جدا، بس هي مشكله السباحه الوحيده ان هي لعبه مش اجتماعيه اطلاقا، انتي سوشيال. انت وشك في المايه على طول، ما بتكلمش حد، ما تقولش كلمه، انت فاهم، هاي ومش عارف ايه وبتاع، بيقول لك 100 متر و200 متر مش عارف ايه، اعمل 50. بس المشكله بقى ان انت بقى وانت بتعوم بقى دماغك بتسوحك. ازاي يعني؟ انت لا بتسمع حاجه ولا بتقرا حاجه ولا بتكلم حد، فانت ولا شايف حاجه. انت ودماغك تحت المايه، كميه افكار واقتراحات البودكاست ده طلع من تمرينه. بتكلم جد. عايز انت بتعمل 200 متر مثلا حره، هتعمل ايه؟ تفكر بقى، عمال دماغك شغاله على طول.
والناس بقى اللي انت بيبقى معاك حتى في التمرينه، مشكله ان انت يعني انا في واحد معايا في التمرين متعود اشوفه بالمايو، يعني احنا بالمايوهات على طول في الميه، فمره شفته بره الميه انا ما انسان عرفتوش. طبيعي عادي. هو جه سلم عليا يا مارك ازيك وبتاع، وانت مين؟ طب معلش اقلع كده وريني. اصل انت متعود على ناس فاهم، دي حاجه صعب حقيقية قوي ان فعلا. انت تشوفهم بره البتاع. طب مثلا في برضو من الرياضات والحاجات، مثلا البادل. طبعا يعني البادل ده ترندنج جدا في ترند مصر. غريب. في مصر وفي العالم كله مؤخرا. إيه، ده ظهر اكيد. فجأة. انا مش ظهر منين وازاي انتشر اسرع من الكوفيد 19 بجد. ملاعب في كل حته وناس بتتنافس، وبقى في اتحاد 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 البادل. البادل المصري، وبقوا يعملوا بطولات، وبقى في يعني وعلي مظهر على فكره كان بيدرب حاجه بادل برضو، تحيه تانية لعلي مظهر. هتموت انت وياه عشان يرد عليك بس. لا هو فعلا كنت شفته كان مدرب او حاجه مش عارف. انت اكيد لعبت بادل في مرحله ما، لعبت بادل عشان يعني تجرب، عشان اصل الناس كلها بتتكلم على البادل فلعبت. بس هو برضو هي رياضه فيها اصابات كتير قوي، يعني عشان اللي بيلعبوا بادل اغلبيتهم ما لعبوش حاجه بقالهم كتير. فهو البادل لعبه سهله ولذيذه وبرضه سوشيال برضه، سوشيال جدا، تلعب باربعه فلذيذه وبتهزر وبتاع وحلوه. بس في ناس كتير ما جريتش بقالها كتير، وفي السبرنتات الصغيره دي فدي اللي بتجيب بقى اكيليس وضمه ده حقيقي فعلا. فهي دي يعني انا كنت خايف جدا وانا بلعب بما اني عندي اكيليس قبل كده، فالموضوع بيبقى مرعب. بس هي الحلوه يعني انا لذيذه يعني. طب برضو سبيكينج اوف الرياضات المختلفه وكده، عندك مثلا حاجه لعبه زي مثلا اليوجا مثلا. هل انت ليك في اليوجا مثلا؟ خالص باي اني تشانس؟ خالص يعني خالص. بس انا يعني بحسها بتاعت فرافير شويه، بس هي مش كده خالص. كتير. انا كنت متخيل كده لغايه ما مره رحت ضغطت على نفسي وقلت اشوف مكان بعيد ما حدش يعرفني فيه عشان ما اخبطش في حد صدفه هناك، ورحت وبجد الكلاس كان كله بنات. ايوه. والانستراكتور واحده، وانا عايز اقول لك انا الوحيد اللي كنت بعاني فيهم. يا ابني صعبه جدا. هي تبان من بره يعني عادي، ايه يعني بتعملوا ايه. وعلى فكره وقت ما كنت جربت اليوجا ده انا كنت اصلا بروح الجيم، يعني قصدي فتنس ليفل وكده، انا كنت كويس نوعا ما. تروح يا ابني اليوجا انت كل اللي انت اتعلمته ده حركات بسيطه جدا وفلكسبيليتي محتاجه. اصلا كل اللي اعرفه عن يوجا كان فيلم لاحمد رمزي زمان، ما اعرفش اللي هو بتاع عائله زيزي. اصل انا هتلاقيني في القديم مش كان احمد رمزي زمان بيحب بنت الجنينه، وكانت بتقعد في الجنينه عامله كده وبتقول له بلعب يوجا. فده كان بيتهيألي مفهوم ناس كتير عن اليوجا. انت هي قاعده ما بتعملش اي حاجه تانية غير كده، وما ينفعش تتكلم لمده مش عارف ايه وبتاع، وهو حاجه مديتيشن اكتر من ان هو رياضه وفلكسبيليتي. انت رحت الكلاس على انه كده؟ انا رحت الكلاس عن كده طبعا اتبهدلت. بس تروح تعملها في البيت وخلاص يعني. انا قلت في حاجه اكيد، في سر بتاع الناس كلها بتروح اليوجا، طب نروح نشوف ايه الموضوع. بس هو فعلا طلع زي ما انت بتقول. لا صعب وما كملتش قوي يعني. هل مثلا في كاراتيه يعني مش انها غريبه بس يعني حاجه فيها عنف ضرب بوكسنج؟ انا وانا صغير لعبت كونغ فو. معلش انت عارف انت اول ما قلت كونغ فو دلوقتي بالستيت اللي انت فيها دي، اول حاجه جت في بالي كونغ فو باندا. هي كانت حاجه زي كده. بس هي فكره وانا صغير على فكره كنت رفيع جدا وصغير جدا، يعني كنت سفيف جدا، رفيع وقصير. وكنا ساعتها ساكن في مساكن شيراتون، ومعرفش ايه اللي حصل. كنت انا واخويا وواحد صاحبنا قال لك في كابتن اسمه كابتن عبده الصيني. ده لقب ولا هو صيني؟ هو انا يعني اكيد مش صيني لو اسمه عبده. هو تروح تشوفه شكله صيني قصير كده ولابس لبس صينيين، فهو صيني يعني فاهم، بس بيتكلم عربي. فتمام احنا مع كابتن عبده الصيني. قال لك تمرين ومش تمرين. احنا كنا بنتمرن في تراك الخيل بتاع نادي الشمس، ما اعرفش ليه لغايه دلوقتي، ما اعرفش ليه. تراك خيل، وكان البريك بتاعنا لما الخيل بيعدي. بجد بتكلم جد، احنا كنا بنتمرن في تراك الخيل. ما اعرفش ليه فعلا، ما اعرفش احنا جبناه منين اصلا. الراجل ده هو مش عارف. قال لك كابتن عبده الصيني مش عارف ايه، عمال بيدرب فينا 4 شهور. بعد كده قال لك خلاص انتوا جاهزين، احنا هنعمل بطوله كابتن عبده الصيني الدوليه. معلش جاهزين لايه بعد الاربع؟ جاهزين البطوله تركبوا خيل ولا جاهزين؟ جاهزين البطوله. فقلنا هيدخلنا بطوله. طيب ايه بقى البطوله دي؟ جاب لنا فريق من حزبة النخل. انا بقرر احنا كنا في مساكن شيراتون. فاحنا فريق مساكن شيراتون ضد فريق حزبة النخل. اوكي. فطبعا حضرتك في اطار بطوله في اطار كابتن عبده الدولي، كابتن عبده الصيني الدولي.
فهو كان ساعتها بقى قال لي انت لازم تيجي من بدري ونيجي من بدري ومش عارف ايه وبتاع ونحضر ايه مش عارف. اول لما رحنا لقينا في كاميرات، هو جايب كاميرا وقال لك صورني يا مارك، انت خليك انت مسؤول على التصوير. فانا بصوره وبتاع، فهو بيقول كلام بالصيني، يعني المقدمه قالها بالصيني ده بجد؟ بجد. فمش عارف في خيل عدى ولا مش عارف ايه، فالمهم ايه عيدنا. فهو لما عاد راح قال جمله تانية مختلفه خالص بالصيني خالص. يلا هو ما كده محدش فاهم حاجه. ده هو بالظبط بقى اللي قاله بقى. بقول له يا كابتن هو انت ما بتعرفش صيني؟ قال لا طبعا ما اعرفش صيني. فاحنا اكتشفنا في اللحظه دي ان كابتن عبده الصيني مش صيني، وفريق عزبة النخل داخل علينا، اقصر واحد فيهم قد السقف ده، يا مش نهار هزار. أبيض. وانا اخويا يعني حجما اكبر مني وبتاع، فقال لك هو اللي هيبدا. دخل اتروق ترويق كالعلقه يعني مش طبيعي. انا فضلت ورا الكاميرا قال لي ما تطلعش، كنت صغير كده مستحيل. لا بيهزر. حاجه غريبه جدا. طيب يا جماعه، عايزينكم تحكوا لنا تجاربكم في الجيم وبالنسبه للرياضه وكده، ويا ريت والنبي لو اي حد عنده نصيحه سواء ليا او لمارك، يعني ما تبخلوش علينا، يعني فاهم ازاي ممكن نطلع من غير المخده دي بس. ايوه دي كانت حلقتنا النهارده، ومستنيينكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست فاهم قصدي. وزي ما قلنا لكم دايما، لايك شير لايك، دوس على كل الزراير، العب في كل الزراير، ونشوفكم على خير. باي باي.